حصل لك قبل كده انك رحت درس او محاضره وكل الناس اللي هناك كانوا قاعدين بيتكلموا ومتصاحبين على بعض وانت قاعد في جنب لوحدك ومش عارف تتصاحب عليهم؟ فاوعى تفوتك الحلقه دي، لان في الحلقه دي هعرفك ليه في واحد لما بيروح اي مكان بيتصاحب على كل الناس اللي فيه وكلهم بيكونوا بيحبوه وملمومين حواليه، وواحد تاني ما بيعرفش يعمل حتى صاحب واحد طول عمره. هل الشخص التاني ده انطوائي وشخصيته ممله فعشان كده الناس ما بتصاحبوش؟ وهل عشان الحاجات دي هو دايما بيكون الطرف الثالث في علاقاته مع اصحابه، بينزلوا مع بعض وما بيكلموهوش وبيكونوا ناسينه في كل حاجه؟ كل ده انت هتعرفه في حلقه النهارده، والاهم من كل ده انك هتعرف ايه اللي لو عملته بالظبط هتقلب الموضوع 180 درجه، وبدل ما يبقى عندك صاحب واحد هيبقى عندك 100. مسا ابو الاصدقاء، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامج جت في دماغي، البرنامج المحبب الى قلبي. يعني انا ببقى متحمس جدا وانا بعمل الحلقه بتاعت جت في دماغي. الحلقه دي فيها حاجتين مميزين. الحاجه الاولى وهو اننا جبنا مايك جديد لكل الناس اللي كانت بتشتكي من الصوت يا شاب، الصوت يا شاب، ادينا جبنا مايك جديد صارفين كمان فيه. والحاجه الثانيه اننا هنتكلم عن الصحاب. الحلقه دي لو انت ما عندكش صحاب او بتحس معظم الوقت انك لوحدك، او حتى لو عندك صحاب بس بتحس بالوحده وسطيهم، انتوا بتكونوا مع بعض وشله وكل حاجه وبتروحوا وتخرجوا مع بعض، بس عارف انت بتحس كده ان هم مع بعض اكتر، وبتحس كده انت لوحدك حتى وانت معاهم. لو بتحس الكلام اللي انا قلت عليه ده فصدقني دي ممكن تكون واحده من اهم الحلقات اللي انت ممكن تكون بتشوفها على يوتيوب، لان بجد والله العظيم كنت اتمنى كده من 3-4 سنين ان الاقي حد عامل فيديو بيفهمني فيه الدنيا في الموضوع بتاع الصحاب والعلاقات والكلام ده كله. وكنت عايز حد يفهمني ليه بيكون في ناس اجتماعيه وبتعرف تعمل صحاب وبتعرف تتعامل، وناس تانية لا، هو قاعد على جنب كده مش عارف يتعرف على حد، وممكن يروح مكان بالشهور ويقعد فيه حوالي سنه وما يعملش حتى صاحب واحد. فاللي هتسمعه في الفيديو ده هيكون فيه تفسير علمي بيفهمك ليه الموضوع ده بيحصل معاك، بس الاهم ان هديك خلاصه ال 23 سنه اللي انا عشتهم ومريت بيهم في علاقات مع صحاب وزمايل وكل الكلام ده، انا هديك الخلاصه بتاعتهم في الفيديو ده. فارجوك بالله عليك ركز في كل كلمه انت هتبدا تسمعها من اول هنا في الفيديو ده. يوم 13 مارس سنة 2024 تتنشر الصورة اللي انت شايفها قدامك دي. صورة عادية جدا، 2 قاعدين على كرسي متحرك وواقف وراهم مراتاتهم. بس اللي انت ما تعرفوش ان الصورة اللي تبدو لك عادية دي اول ما اتنشرت قلبت الدنيا كلها. اللي حصل ان الشخص اللي كان ناشرها كان منزلها في بوست على فيسبوك. البوست ده كان بيحكي فيه قصة الشخصين اللي قاعدين على كرسي متحرك اللي انت شفتهم في الصورة دول. واول ما حكى قصتهم البوست ده انتشر بطريقة مرعبة. ايه بقى قصتهم؟ الاتنين اللي انت شايفهم قدامك دول، واحد اسمه جان وواحد اسمه جيسون. الاتنين دول اتعرفوا على بعض وهم في المدرسه وعندهم 10 سنين، وكانوا صحاب جدا. يعني الاتنين كانوا بيست فريند لبعض، كانوا صحاب لدرجه ان هم كانوا بيروحوا كل حته مع بعض بالمعنى الحرفي. المهم ان الدنيا كانت ماشيه تمام لحد ما بعديها ب5 سنين لما بقى عندهم 15 سنه جيسون حصلت له مصيبه قلبت حياته. ايه يا شاب المصيبه؟ المصيبه ان جيسون كان تعبان وهو ما يعرفش، والتعب ده فضل ياكل فيه على مدار السنين وهو مش واخد باله، لحد ما في يوم من الايام وهو عنده 15 سنه جيسون حصل له شلل نصفي. الشلل النصفي ده ادى الى ان جيسون هيبقى قاعد على كرسي متحرك باقي حياته. جيسون بيقول ان اصحابه اللي في المدرسه لما عرفوا الموضوع ده كلهم اتلموا وقعدوا يساندوه ويدعموه وكانوا بيزوروه، والدعم كان عالي جدا في الاول، رايحين جايين عليه كل شويه في المستشفى. بس بيقول انه بعد كام شهر ما بقاش فيه ولا بني ادم منهم بيسال عليه، كله بقى اتلهى في الدراسه وفي الحاجات اللي بيعملوها الا واحد. مين هو؟ جون. جيسون بيقول ان جون كان بيجيله بشكل يومي يقعد معاه ويذاكر معاه ويفضل مسليه طول اليوم، وحتى مشاوير جيسون جون هو اللي كان بيشيله ويوديها له. جون كان بيحبه جدا ومسانده جدا، وفضلت العلاقه ماشيه كده سنه في الثانيه في الثالثه لحد ما جون وجيسون بقى عندهم 35 سنه. واول ما وصلوا السن ده حصلت المصيبه الثانيه. اللي حصل ان جون في مره وهو سايق عربيته وعمل حادثه، والحادثه دي كانت شديده جدا لدرجه ان جون حصل له كسر مضاعف في العمود الفقري. فاول ما راح المستشفى الدكاتره قعدوا يعملوا له عمليات قد كده عشان يلحقوه، بس للاسف الوقت كان اتاخر. وكانت المفاجاه ان جون بقى عنده نفس الاعاقه اللي عند صاحب عمره جيسون. جون بقى عنده شلل نصفي. طبعا الموضوع من اول هنا بديهيا بقى صعب ان جون وجيسون الاثنين يكونوا بيتقابلوا زي الاول، يعني الاثنين خلاص بقوا الاثنين قاعدين على كراسي. لكن شوفوا الوفاه يا جماعه، جيسون ابدا ما سابش صاحبه وفضل جنبه بشكل يومي بنفس الطريقه اللي جون عملها معاه، بيعتني بيه وبيصبره، والاثنين قربوا من بعض جدا. عارفين ما شاء الله الاثنين النهارده عندهم كام سنه؟ الاثنين كاسرين ال50 سنه ولسه بيتقابلوا وبيشوفوا بعض بشكل شبه يومي، على الرغم من ان كل واحد فيهم بقى ليه حياته واسرته وعيلته،
بس لسه بيتقابلوا زي الاول بالظبط. لما البوست ده انتشر جامد كل الناس قعدت تتعجب من علاقه الصداقه الفظيعه دي، وده بصراحه انا ما استغربتوش، يعني حاجه حلوه. بس اللي استغربته ان كان في جزء من الكومنتات كانوا متضايقين. طبعا هتقول لي ايه يا شباب العبط ده، متضايقين من ايه؟ الناس اللي متضايقه دي متضايقين جدا بسبب ان ما عندهمش اصحاب اصلا، والنقطه دي هي اللي خلتني اعمل الحلقه دي واسال نفسي ليه في ناس كتير ما بيعرفوش يعملوا صحاب، وحتى لو عندهم صحاب دايما بيكونوا الطرف الاخير في الشله. تلاقي ان الشله كلهم اتكلموا واتفقوا مع بعض ان هم هينزلوا وهو اخر من يعلم، ده ان حد كلمه اصلا، اللي هو ممكن يتعزم عزومه مراكبيه كده. وبعدين الشله اللي خرجت دي يتصوروا وينزلوا الصور، والشخص ده لما يشوفها يتضايق ويتضايق جوه نفسه جدا، ويقعد يسال نفسه ليه ما كلمونيش؟ هل ده بسبب ان شخصيتي مش حلوه او ممله فبالتالي الناس بتبعد عني، ولا في ايه بالظبط؟ ما اصل بصراحه الموضوع يضايق. لو انت بتحس بكده فانا متفهم جدا وعارف شعور انك ما يكونش عندك صحاب قريبين ليك او ما يكونش عندك صحاب عامه، ده شعور مؤذي قد ايه. واللي هصدمك دلوقتي بيه ان مش بس الموضوع ده مؤذي نفسيا، ده كمان الموضوع ده مؤذي جسديا. يعني دي ممكن تكون اغرب حاجه انت تسمعها في حياتك مني دلوقتي. في دراسه علميه اتنشرت واكدت ان العزله والوحده الاجتماعيه، يعني ان ما يكونش عندك صحاب، ده بيأثر على القلب كانك بالظبط دخنت في يوم واحد 15 سيجاره. 15 سيجاره في اليوم، انت متخيل خطوره انك ما يبقاش عندك صحاب وانك تبقى لوحدك؟ مش عاوز اخوفك، بس خلينا كده نبدا نتكلم مع بعض ونفهم ليه في اشخاص بتكون اجتماعيه وبتعرف تعمل صحاب واشخاص تانية لا. اللي هو لما يكون رايح اي مكان جديد لوحده عادي جدا، دايما بيكون رايح مضغوط في الطريق كده ومتوتر، حاسس بقلق، حاسس كده كأن في حاجه في قلبه ومش مستريح، حاسس كده كأن في حاجه هتحصل. واول ما بيوصل المكان القلق بيكون متمكن منه بشكل كامل، لدرجه ان بعض الناس ممكن كده يحصل لهم زي رعشه في جسمهم، ضربات قلبهم بتكون سريعه جدا من التوتر، مع ان الموضوع عادي. لو انت بيحصل لك اللي انا قلته دلوقتي ده او حتى حاجه بسيطه منه، فانا عاوز اقول لك ما تقلقش، انت مش لوحدك، في ناس كتير جدا جدا كده. ومش عارف اقول لكم ازاي، بس المفاجاه ان انا كنت اصلا واحد من الناس دي. انا كنت بتوتر جدا وانا رايح اي مكان جديد، كان بيبقى دايما التوتر كده متملك من جسمي كله. والله العظيم في بعض الاحيان كده انا كنت من كتر التوتر جسمي ده كله كنت ممكن ابقى في عز الشتاء وجسمي ده كله جايب ميه من التوتر. وبص بقى، انا كان استحاله تقول لي اروح مكان جديد وتقول لي اعمل فيه اصحاب، دي بقى مستحيله. اصلا اروح مكان جديد اقول للناس ايه؟ اقول لهم نتعرف على بعض؟ ايه العبط ده؟ طبعا مش عارف اعمل كده خالص. ده انا زمان، انا ده بجد انا مش بهزر. بس عارفين كده، انا جيت في فتره الموضوع ده بدا يضايقني جدا، وبدات ادور عشان كنت عاوز اعرف ايه سببه. اصلا انا بشوف ناس بتتعرف على الناس والموضوع بيبقى سهل، ليه انا كده؟ لما بدات ادور ورا الموضوع ده لقيت ان سببه نفسي بحت، وان المشكله دي اصلا اساسها كذا حاجه للاسف حصلت في الطفوله. اللي بيحصل ان بعض الاهل بيكونوا بيحبوا ولادهم جدا وبيكونوا خايفين عليهم جدا جدا من الناس، او انهم يصاحبوا حد مش كويس، فبالتالي بيقفلوا عليهم. بس بقى الاهالي دي بتقفل على اولادها زياده عن اللزوم، لدرجه ان ممكن الولد في فتره الطفوله اللي هي فتره مهمه جدا بيستكشف وبيعرف وبتاع، يكون من البيت للدرس ومن الدرس للبيت، ما عندوش اي فرصه انه يختلط مع اي حد. اهله حتى ما بيدلهوش وقت ان هو يلعب مع واحد من صحابه. فطبيعي الطفل اللي مقفول عليه اوفر ده بيكبر، ولما بيكبر وبيوصل لمرحله عمريه معينه الحياه بتجبره انه ينفتح على العالم، سواء بقى دخل ثانويه او دخل جامعه. وهنا بقى بتكون الاصطدام بالواقع والكارثه. الشاب او الشخص ده بيلاقي ان هو اصلا مش عارف يتعامل مع البشر، مش عارف ازاي يتصاحب على الناس، مش عارف ازاي يتعامل مع الناس، وحتى مالوش صحاب من الطفوله لانه كان مقفول عليه. او ممكن يكون ليه صاحب واحد ولا اتنين بس هو كتعامل مع البني ادمين هو ما اتعاملش بربع جنيه. فبالتالي لما الحياه بتجبره انه يتعامل مع البشر بيكون برياكشن ايه ده ايه العالم دي، وليه ده بيكلمني كده، وليه ده بيعاملني كده. فلما بيشوف مواقف من الناس وردود افعالهم بيحصل له كده زي خضه، وما بيكونش حاسس بالامان وسطهم تماما. فلما بيجي الشخص ده يقعد مع نفسه بيقول لنفسه انا كنت مستريح اكتر وانا لوحدي. وفعلا هو ما كدبش، هو بيكون مستريح اكتر وهو لوحده وبيحس بالانس مع نفسه جدا. فالشخص ده غصب عنه بينشأ جوه دماغه فكره لا واعيه ما بيكونش واعي لها، انه لما هيكون لوحده هيكون هو تمام وهيكون حاسس بالامان، مفيش اي حاجه وحشه من اللي بيعملها البشر الوحشين دول هتحصل لي وانا لوحدي. فده بيخليه يحب الوحده اكتر، وبتكون الوحده هي جزء من الهويه والشخصيه بتاعته. ويفضل بقى كده سنه في الثانيه في الثالثه لحد ما مره واحده يلاقي الحياه بتقول له وتروح مدياه بظهر ايديها على وشه، تقول له ايه ده احنا ما عملناش صحاب، ايه ده كل الناس عندها صحاب الا احنا. وتبدا بقى عين الشخص ده ما تشوفش غير الحته دي، يبص يلاقي ان كل الناس متصاحبه وعندها صحاب وهو ما عندوش ولا صاحب. والمشكله انه حتى لما بيحاول يعمل ده ما بيعرفش. اصل هروح اقول لواحد ايه يعني عاوز اتعرف عليك، ايه العبط ده؟ فبالتالي ما بيعرفش يتعرف على حد. فبيفضل الشخص ده عايش في دايره من الاكتئاب والوحده. ده انت بتوصفني يا شهاب، ده انا والله العظيم كل اللي انت قلته بينطبق عليا بالظبط. برضه صح، في نقطه مهمه عشان ما نكونش
قاسيين على الاب والام في الحته دي بس، عشان اكيد هتقول لنفسك ما هو لو ما كانش منعونا واحنا صغيرين وكانوا سابونا كده ان ننفتح على العالم شويه كان زماننا ما بقيناش كده. انا متفهم جدا اللي انت بتقوله، بس حبيبي اعذرهم، هو ابنهم وبيخافوا عليك جدا. وكمان خلي بالك نظره الاب والام عن العالم بتفرق. يعني لو كانت البيئه المحيطه مش احسن حاجه، المنطقه اللي انتوا عايشين فيها، البلد اللي انتوا قاعدين فيها، الاخبار اللي بتتسمع على طول لو سلبيه، فبالتالي الاب والام بيكونوا عاوزين يقفلوا عشان ما يحصلش اي حاجه لابنهم او بنتهم. اي نعم ده في جزء غلط والمفروض يكون في نوع من انواع الوسطيه في الموضوع، بس اهو ده اللي حصل بالاصدقاء. هتروح تلومهم؟ هتلومهم على ايه؟ وحتى لو لومتهم هيصلحوا ده ازاي؟ يعني في جمله انا عاوز اعملها بوستر كده واعلقها في الاوضه هنا: احنا ممكن ما نكونش مسؤولين 100% عن المشاكل اللي حصلت لنا، بس احنا المسؤولين 100% ان احنا نحلها. انت اللي مسؤول تحل المشكله دي حتى لو باباك ومامتك هم السبب فيها. وبرضه عشان ما نشيلش ذنب الحته دي للاب والام بس، الموضوع بتاع الوحده وان ما يبقاش عندك صحاب ده ما نقدرش نحصره في سبب واحد بس. اللي يقول لك كده ده سطحيه جدا، الموضوع اكبر واعمق من كده بكتير. يعني خليني افاجئك واقول لك ان ممكن ما يكونش عندك اصحاب وان انت ممكن تكون لوحدك بسبب موقف تنمر حصل لك في المدرسه وانت صغير من واحد بقى زميلك معاك في الفصل ولا من الفصل اللي جنبكم. وتخيل الموقف ده انت ممكن اصلا تكون ناسيه ومش قادر تفتكره. اهو الموقف ده بقى ممكن يكون سبب كبير جدا ان انت بتعاني من الوحده وما عندكش اصحاب، لان الموقف ممكن فعلا يكون اتنسى بس لسه الاثر بتاعه موجود هنا ما اتنساش. طيب يا شهاب، بطرت لي خواطري وخلتني مكشوف قدام نفسي، اعمل ايه؟ لو العمل انك هتخليني اروح اشوف الناس واقول لهم مساء الخير انا عاوز اتعرف عليكم، انا مش هكمل الحلقه. والله العظيم بجد مش هكمل الحلقه. اصلا انا يا عم عندي رهاب اجتماعي، هتخليني اروح اقول للناس مساء الخير وعاوز اتعرف؟ ابو الاصدقاء واحده واحده عليا. لو حد فهمك ان ده الحل فللاسف ده مش الحل، ودي نظره ساذجه جدا عن الموضوع حله كده انك تعمل كوبايه شاي وتقعد مع نفسك قعده محترمه وتاخد نفس عميق كده وتجيب ورقه وقلم وتسال نفسك: هل انا بحب نفسي اصلا ولا لا؟ هل انا بحب نفسي وبتقبل نفسي ولا لا؟ السؤال ده والله العظيم مهم قوي 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 قوي. امسك الورقه وقلم واكتب ايه اللي متقبله في نفسك وايه اللي مش متقبله، لان صدقني انت لو ما بتحبش نفسك ومش متقبل نفسك انت مش هيكون عندك الثقه الكافيه اللي تخليك تروح تعمل صحاب. انت صورتك مهزوزه قدام نفسك، فطبيعي جدا ان دماغك هتكون شايفه ان صورتك دي هي اللي لو رحت اتعرفت بيها على حد مش هيتقبلك. يعني حتى لاحظ ده في نفسك وانت قاعد كده في مكان جديد لوحدك، او حتى لو مش جديد بس ما تعرفش فيه حد وكل الناس في المكان ده متصاحبه وانت عاوز تتصاحب على حد فيهم، هتلاقي كده في صوت جواك بيقول لك: لا بقول لك ايه، بلاش مش هيتقبلوه. لا وشوف بقى الحته دي، اوقات عشان ما تحطش اللوم ده على نفسك وعلى شخصيتك انت بترميه على اللي قدامك. ازاي بقى؟ اللي هو: لا يا عم ده عيال تنحى يا عم وعيال رخمه، صاحب مين دول يا عم؟ بقول لك ايه، ده مش ناقصه، ده كلهم ارخم من بعض. فده بيكون المبرر التمام اللي تقعد بيه لوحدك، ودي بتكون بتثبت فيها قدام نفسك ان فعلا الوحده هي احسن حاجه في الكون. فالحل يا ابو الاصدقاء، الحل ان احنا نرجع للورقه والقلم. ليه احنا نستاهل ان احنا يكون عندنا صحاب كويسين وان الناس تستاهل ان انا اكون صاحبهم؟ اكتب ما تخافش، اكتب: انا شخص طيب، انا شخص امين، انا شخص خدوم جدا لاصحابي، انا شخص فعلا لما بحب الناس بقدم لهم وبعمل عشانهم. صدق بقى في الكلام اللي انت كتبته عن نفسك ده، ودرب نفسك انك تتقبل نفسك. اصل بالله عليك اديني مبرر وحيد ان الناس تتقبلك لو انت اصلا مش متقبل نفسك. انت مش حنين ومهون على نفسك فانت عاوز الناس تهون وتكون حنين عليك، ده انت ما عملتهاش مع نفسك. اعمل اللي انا قلت لك عليه ده وروح يا باشا مكان جديد ما تعرفش فيه اي بني ادم، وانا هقول لك تعمل ايه بالظبط عشان تكسر الحاجز ده. انا عاوز اقول لك دلوقتي ان والله انا دلوقتي من امتع اللحظات في حياتي ان اروح مكان جديد ما اعرفش فيه اي حد خالص، وابتدي كده ان انا انكش الناس واتعرف عليهم واعرف ناس جديده، علاقات جديده وكده. انت دلوقتي رحت مكان جديد حابب نفسك وعاوز تتعرف على اصحاب، تعمل صحاب، حاجه جميله يعني. مش هتروح تقول لحد مساء الخير انا عاوز اتعرف عليك، دي طريقه مريبه شويه مع انها عاديه وما فيهاش اي حاجه، بس مش كل الناس بتستوعبها. انا كشهاب هكون شايفها بالنسبه لي عادي والله جدا، انا هكون شايفها ان من طيبه الشخص ده هو جه قال لي انا عاوز اتعرف عليك بشكل صريح، يعني عشان ما يعني مش عارف ما عندوش السوفت سكيلز اللي تخليه يعرف يجي يتعرف عليا، فهو قالها لي بشكل صريح، فانا هحترم جراته جدا وهاخدها بشكل عادي جدا. واحد تاني هيقول لك لا ده عاوز ايه ده وبتاع، فهتكون الدخله عليه مريبه شويه. طب تعمل ايه بقى؟ اول حاجه ابوس ايدك تشيل من دماغك فكره ان الشخص اللي قدامك مش هيتقبلك او ان هو مش عاوز يتعرف عليك، او لو انت رحت كلمته هتكون تقيل على قلبه بقى وبوظت له مش عارف ايه وبتاع. الكلام ده والله العظيم غلط تماما ومش حقيقي. ليه بقى؟ لان معظم الناس اصلا عاوزين يتعرفوا بس هم في نفس حالتك. ما انا قلت لك ناس كتير كده، في ناس كتير جدا ما بتعرفش تعمل صحاب، قليل جدا اللي بتلاقيه بيبقى عنده سوفت سكيلز او عنده المهارات ان هو يعرف يدخل يتعرف على الناس وبتاع، خصوصا لو هو مراهق او كده بيبقى الموضوع صعب شويتين. فزي ما بقول لك الناس في المكان الجديد عامه او الناس عامه عاوزه الناس تيجي تتعرف عليهم ويبقى عندهم علاقات وكده. فانت بكل بساطه في مثلا واحد قاعد جنبك، فمثلا تساله على اي حاجه بتحصل في المكان اللي انتوا فيه او في الوقت اللي انتوا فيه. يعني مثلا تكونوا قاعدين في محاضره والشخص اللي جنبك ده يعني انت عاوز تتعرف عليه وكده،
كده، المحاضره دي مثلا طولت، تروح رامي له كلمه كده اللي هو ايه يا عم المحاضره هتخلص امتى؟ او لو مثلا الجو حر، يا ربنا الجو حر، طب مش حران يا اسطى؟ هيقول لك اه ومش عارف ايه والحكايه والروايه وكده، وهيقعد يرغي شويه في الموضوع. بعد كده اساله سؤال مفتوح عن نفسه، سؤال مفتوح يعني يقعد يرغي فيه. يعني مثلا لو انتوا قاعدين في كورس، بعد ما تفتح معاه كلام تقول له طب انت اول مره تاخد الكورس ده او الدرس ده او المحاضره دي، انت اصلا داخل القسم ده حبه ولا داخله عشان المجموعه؟ ارمي له سؤال يقعد يرغي فيه وسيبه يتكلم. والله صدقني الناس ما تحبش حاجه قد ان هي ترغي عن نفسها. يا سلام لو عرفت تساله سؤال يرغي فيه عن انجازاته، ده انت تبقى معلم، الراجل ده يبقى صاحبك. وسيبه يتكلم براحته، وابدا كده خد من كلامه حاجات تبدا تساله بيها تاني فيتكلم اكتر ويرغي اكتر. واهم حاجه يكون رياكشناتك وتركيزك كله معاه، اللي هو لو قال حاجه مدهشه تقول له ايه ده بجد مش عارف ايه وبتاع، وتكون مندهش كده ويبان عليك الدهشه. قال حاجه تزعل ده بجد ومش عارف ايه، وتكلمه بنبره زعل شويه. اهتم بكلامه، وسط ما هو بيتكلم انت برضه ارغي معاه، هتلاقي بقى ان انتوا قعدتوا ترغوا مع بعض والموضوع دخل ايه في ساعه ساعتين، والكلام بقى هيفضل واخد مجراه. فمن كلامه بقى اللي هو هيقوله لك وتعريفه عن نفسه وشخصيته واسلوبه وطريقته اللي انت لاحظتهم في الكلام، تخليك بقى تحدد هل الشخص ده احنا صاحبناه بس هنحطه في حدود المعرفه بس، وان انت يكون ليك معارف كتير دي حاجه حلوه جدا مش وحشه خالص، ولا الواد ده شكل دماغه مختلفه وقيمه وشخصيته احنا متشابهين فيها مع بعض. لو حسيت ده وانت اتكلمت معاه وعرفته عن نفسك بنسبه 95% هيكون حس نفس الاحساس اللي انت حسيته، اللي هو انتوا شكلهم كده دماغكم شبه بعض او مولفين على بعض. فرمي له بقى كلمه طب شوف الدنيا كده نبقى نتقابل تاني، او لو انت هنا بتيجي على طول في نفس الميعاد نبقى نتقابل. هيقول لك قشطه تمام، وخد رقمه واديله رقمك والموضوع هيمشي بمنتهى السلاسه. وعمق بقى علاقتك مع الراجل ده ودرجه العمق تكون بدرجه انت عاوز يكون صاحبك بنسبه قد ايه، يعني انت عاوز يكون صاحبك قد ايه. ونقطه مهمه برضو درجه العمق تكون متبادله، يعني مش من طرف واحد، اللي انت بتعمله معاه هو بيعمله معاك زيه بالظبط او شبيه ليه، وانت هتحس ده، هتحس ان الشخص ده مثلا بيعزك. واهم حاجه انك ما تكونش تقيل على حد، انت شخص عندك حياتك وعندك حاجات كتير بتعملها، وفي نفس الوقت انت عندك صحابك، ودايما صحابك تكون بتسمعهم كويس جدا ومهتم بكلامهم، ده بيخليهم يحسوا براحه رهيبه جدا معاك في الكلام. علق دايما على الحاجات اللي بيعملوها حتى البسيطه منها ومدحها جدا. صدقني انت لو عملت ده الناس هتكون بتحبك بشكل مش طبيعي. خليك منفتح جدا في التعامل، ما تستقلش بمعرفه اي بني ادم مهما كان بيعمل ايه، لان ممكن البني ادم ده يغير لك مجرى حياتك بالكامل وانت ما تعرفش. اما بقى بالنسبه لاصحابك اللي دايما بيخرجوا ويعملوا ويتفقوا مع بعض من غير ما يكلموك، او حتى كده يبقى يعزموك عزومه مراكبيه، والله انا رايي جرب واتكلم واعرف المشكله فين، واعمل الحاجات اللي انا لسه قايل لك عليها دي معاهم. لو حسيت ان هم برضو بيعملوا حاجات تضايقك فبصراحه انت وقرارك، انا هنا مش هقدر اقول لك ساعتها تعمل ايه وما تعملش ايه، بس انا كشهاب لو حاولت بكل صدق عشان احسن العلاقه بيني وبينهم وهم لسه زي ما هم وبيعملوا نفس اللي بيعملوه، انا بصراحه كشهاب هكبر دماغي منهم وهسكت كده ومع نفسي. اللي انا قلته لك في الحلقه ده كله ده مش قواعد، ده ناتج تجربتي الشخصيه اللي انا مريت بيها على مدار 23 سنه. ولازم تبقى عارف ان اصحابك بتوع ابتدائي غير اعدادي غير ثانوي غير جامعه، في ناس بتكمل بس مش كل الناس بتكمل. وبعد كل ده هتلاقي ان صحابك اللي هم جدا جدا واللي ممكن كده تدخلهم بيتك وانت مش قلقان، اللي هم يعني دايرتك القريبه، هتلاقيهم 2 3، والباقي هم اصحابك ومعارفك برضو، بس هي دي دايرتك القريبه. الجمله اللي اقدر اختم بيها الحلقه دي هي حب الناس. اهم حاجه ده يكون بكل صدق، وقبل كل ده انك تحب نفسك. صدقني انت لو عملت ده والله العظيم هيكون عندك صحاب كتير جدا، وهيكون موضوع انك تروح مكان جديد لوحدك لاول مره من امتع التجارب اللي هتمر بيها في حياتك، واللي هتتبسط بيها واللي هتديك ثقه في نفسك جدا كل ما تعملها، لان انت هتعرف ناس جديده وهتعمل علاقات جديده، وممكن الناس دي فعلا تضيف لحياتك. انت مش شخص ممل، انت مش شخص وحش، انت بس محتاج انك تحب نفسك بما فيه الكفايه وتعمل الكام حاجه اللي انا قلت لك عليهم في الفيديو دول. وصدقني انت بدل ما هيكون عندك صاحب واحد انت هيكون عندك 100. وكالعاده ما تنساش تعمل شير.